دخلت للجزائر ما نكذبش عليك، دخلت للجزائر بوسط التراب نتاع الجزائر وانا تونسيه. خاطر لو يخيروك بين الجزائر وتونس اليوم شكون تختار؟ شوفي انا تونس بلادي نحبها بصح نختار الجزائر. انا شوفي الجزائريين باهي، الرحمه الاخلاق كل شيء فيهم مطبيعه مليحه ما نكذبش عليك. تخرجي لبرا ما شوفي ما تباتي برا ما تباتي جيعانه ما تقعدي عريانه. حتى تونس هكاكا والله. ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي اصدقائي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومغصكم حتى خير، وكنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد التونسيه اللي مشات للجزائر وقالت شي كلام زوين بزاف على اشقائنا الجزائريين وكتكريتيكي في بلادها. كيف كتعرفوني دائما كنبارطاجي معكم فيديوهات اللي ايجابيه على اشقائنا الجزائريين، كيف ما كاين جزائريين كيبارطاجيو فيديوهات ايجابيه على المغرب كنركزوا على ما هو ايجابي. كاينين اكيد بزاف ديال الجزائريين كيبارطاجيو اشياء سلبيه على المغرب، وكاينين حتى مغاربه كيبارطاجيو اشياء سلبيه على الجزائر. نعم هادو دبر راسهم الناس اللي كيديروا في الفتنه. حنا حاجه اخرى، كاين كل واحد كيفاش كيشوف في الكاس. الا كان الكاس فيه النص عامر ونص خاوي، كاين اللي غادي يشوف النص اللي خاوي وكاين اللي غادي يشوف النص اللي عامر. انا كنشوف النص اللي عامر، كنشوف الاشياء الايجابيه ما كنشوفش الاشياء السلبيه، كنشوف الاشياء اللي زوينه وكنحاول نزكيها وكنحاول نوريها للناس. عارف بانه كاين بزاف ديال اشقائنا الجزائريين كيديروا نفس الحاجه وكيهضروا بشكل ايجابي على المغرب، اما هذوك الناس ديال الفتنه من الجانبين هذوك ما كيشكلوا والو من نسبه الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري. ولا بغيتوا تاكدوا من هذا الشيء نعطيكم فكره بسيطه جدا. دخلوا للطوندونس، الا كنتم مغاربه دخلوا للطوندونس ديال الجزائر ما تلقاو حتى واحد من هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه طالعين في الطوندونس ديال الجزائر. ولا كنتوا جزائريين دخلوا للطوندونس ديال المغرب ما تلقاو حتى شي واحد من هذوك الناس اللي كيديروا الفتنه داخلين ولا طالعين في الطوندونس ديال المغرب. ما يعني ان الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري ما كيهتمش بهاد الناس بزاف وما كيتفرجوش فيهم بزاف، ولكن كاين واحد الحاجه اللي سميتها الذباب الالكتروني، وكاين الناس الاعداء ديال الوطنين ديال المغاربه وديال الجزائريين وديال المسلمين بشكل عام. فكنقول حتى الناس اللي كيتفرجوا، خوتي الناس اللي كيتفرجوا في هذوك الناس ديال الفتنه، كنتي مغربي ولا كنتي جزائري كتشوف هذوك الناس ديال الفتنه سينياليهم ما تبقاش تفرج فيهم. وهذوك الناس تابعين فقط ليفي اي بلاصه شافوا فيها مشاهدات بزاف كيتبعوها، وكيف قلت لكم ما كيشكلوا والو من الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري. والحقيقه كاينه في الواقع ماشي في المواقع. فبلا ما نطول عليكم اجي نشوفوا هذا الفيديو. هذه السيده التونسيه وبالمناسبه كنتمناو ايضا لاشقائنا التوانسه تنتهي هذه الازمه عندهم، وان شاء الله يكون خير في المستقبل وفي القدام للجزائر للمغرب لتونس، وان شاء الله من هنا للقدام يكون المغرب العربي الكبير ويتحد الدول المغاربيه ويشكلوا قوى عالميه اللي تنافس اكبر تكتلات في العالم. فبلا ما نطول عليكم اجي نتفرجوا في هذا الفيديو الجميل. جيت للجزائر مسكينه تبعتني من المان باش تشوفني، وجات وبهذلوها في الباطو. قالوا لها لازمك ريزرفاسيون دوتيل وتخلصي 1000 اورو. بعثت لها الباسبور وقالوا لها انت تدخلي وراجلك وولادك ما يدخلوش، ما خلوناش نفوتوا. وبعد جينا لابيست لقينا الناس جايين في لابيست. كي قلت لها هذه السواقه تسوقوا فيها هذه، قالت لك انتم علاش جايين لبلادنا؟ هذه بلادنا ونعملوا فيها واش نحبوا. دخلت للجزائر ما نكذبش عليك، دخلت للجزائر بوسط التراب نتاع الجزائر وانا تونسيه. انا بنتي 4 سنين عايشه في الالمان، ما قدرتش تهبط مع الكوفيد، ما جاتنيش. كي جيت للجزائر مسكينه تبعتني من الالمان باش تشوفني، وجات وبهذلوها في الباطو. قالوا لها لازمك ريزرفاسيون دوتيل وتخلصي 1000 اورو. علاه ما قلت لهاش وقت اللي خلصت البيي؟ كنتوا تقولوا لها عندك الحق في ريزرفاسيون دوتيل. بعثت لها الكارت ديدونتيتي نتاعي، بعثت لها الباسبور وقالوا لها انت تدخلي وراجلك وولادك ما يدخلوش. في البابور جات في نتاع الطليان في حلق الواد. وانا خويا كان اكبر ممثل في الاذاعه التونسيه خميس الجماعي الفكاهي. كيفاش انا علاش جيت لتونس؟ جيت قبيله في الكواليس تحكي لي في موقف انا الحقيقه استغربت منه برشا. يعطيك الصحه. كان تحكي لي عليه. بنتي جات من المانيا قالت لك شنو قاعده ايامات في غار الملح، شافت في اليوتيوب ومنها ما لقيناش كيفاش نتعدوا. توا ما فماش مراقبه، ما فماش سيركيلاسيون، ما تقدرش تتعدي. جايين كامل الطريق ليهم، ما خلوناش نفوتوا. وبعد جينا لابيست لقينا الناس جايين في لابيست. كي قلت لها هذه السواقه تسوقوا فيها هذه، قالت لك انتم علاش جايين لبلادنا؟ هذه بلادنا ونعملوا فيها واش نحبوا. جبت لها البطاقه تعريف، قلت انت تونسيه حره، فهمتي؟
قلت هذه بلادي ثاني. يعيب الشوم معناتها الحقيقة من العار جدا اني نسمع توانسة يحكوا حتى ولو كنت جزائرية ما يتحكيش معك هكا. احنا الجزائر وتونس بلاد واحدة، نورمالمون بلاد واحدة. انا بالعكس نشجع ولاد بلادنا وتونس، وبوريت بعثت لبنتي غير مليح، بعثت لها. انت حاسك وليتي جزائرية، الاكسون نتاعك عطات ياسر. تعرفي قداش وقتاش دخلت للجزائر؟ دخلت في 74 74 دخلت للجزائر. ها من بناتي الله يبارك جزائريات. ها وجيت في المواد مارس، جيت لتونس قبل رمضان، قعدت 15 يوم ما جيتش في. زوجك جزائري؟ وبناتي جزائري. عندي واحده برك ولدتها في دارنا عندها الجنسيه تونسيه، صح والله غير سي مالوغ. هو يقول لك بلادك بالباي ولا الخايب بلادك. تونس ايش نقول لك لحظه، صحيح انت صدفت عبيد خايبين، لكن هذا ما يمنعش اللي العباد الباهيين موجودين في كل بلاصه. هذا ما يمنعش اللي تونسي كريم، اللي تونسي باهي. توانسه هكا ما كانوش علاه في الجزائر. ما نكذبش عليك، الجزائر فيها الرحمه، فيها المساعده، فيها كل شيء ما نكذبش عليك. انا جيت في مارس افريل تونس، وروحت تعرفي في المطار تعذبت واحد عذاب كبير، وانا عندي السكر وعندي لا تونسيون، يعني ما فماش. تعذبت. دخلت للجزائر ما نكذبش عليك، دخلت للجزائر بصت التراب نتاع الجزائر وانا تونسيه. خاطر لو يخيروك بين الجزائر وتونس اليوم شكون تختار؟ شوفي انا تونس بلادي نحبها، بصح نختار الجزائر. هكا يا مدى ولادي جزائريين. شوفي انا تونسيه وبلادي نحبها نموت عليها، فهمتي؟ وقريت في الليسي وقريت وكل شيء، لكن الله غالب. تو انا ولادي جزائريين، داري في الجزائر، مقري في الجزائر، نحبها الجزائر نحبها. كي نحكيو على تونس والجزائر اليوم شنو الفرق بيناتهم؟ كيف شنو الوقت تبدل، العباد تبدلت، كل شيء تبدل، ما هي بلاد واحده رانا. انت الجزائر وتونس، انا كنت في الليل نقلع الصباح نكون في تونس، غير توا الحدود مغلوقه. في الليل 9 نقلع من داري، الفجر نكون في الديوان. بلاد واحده، شنو احنا ما فما نورمالمون ينحوا هذه الحدود كامل، نولوا بلاد واحده. اكزاكتومون. واش هو الجزائريه تلقاهم في تونس وتوانسه تلقاهم في الجزائر. يعطيك الصحه. ناخذوا من بعضنا، نسلعوا من بعضنا، نعرسوا ببعضنا، والدليل انت يعني الحدود حكايه نقولوا نحن. شوفي الجزائريين باهي، الرحمه، الاخلاق، كل شيء فيهم مطبيعه مليحه، ما نكذبش عليك. تخرجي لبرا شوفي ما تباتي برا، ما تباتي جيعانه، ما تقعدي عريانه. حتى توانسه كيكه والله. شكون التونسي اللي يرضى اخوها؟ لا وسيفار توانسه، اسمحي لي اختي، وحده تقول لك الوضع صعيب لكن التونسي يقعد حنين. علاه تقول لك احنا في بلادنا نعملوا واش نحبوا؟ هذه هضره. انا هاني تونسيه تقبلتها. انا هاني قلت لك اجنبي كيفاه؟ يعطيك الصحه. انا هاني قلت لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هكا ولا هي خايبه مش معناها الناس الكل خايبين. وتوانسه اللي اولاد اصل بالحق واللي متربين على الصحيح وعلى المبادئ والقيم والاخلاق مازالوا موجودين. انت راكي بنتي. انا جيت لتونس قبلك. فرق بعيد بين تونس في الثمانينات في السبعينات كما تو كانت الناس لنا فيها الرحمه، الحشمه، واحد يقدر الكبير. ما عادش توا قدر للكبير، وينو القدر؟ ما فماش ما يرحمك حتى واحد. رسالتك للتوانسه؟ الله يهديهم، الله يهديهم خلاص. وبلادي تونس ربي يرفع علامها وخلاص. بلادي بلادك ولا لا؟ والجزائر نحبها، الله غالب. ربي يخليك تونس والجزائر وبنياتك ان شاء الله. الحمد لله قرا، واللي تخرجت لي استاذه، واللي تخرجت تخدم في الامن، واللي تخرجت طبيبه، الحمد لله. ما انا نكره الجزائر، خرجت لي بناتي دي كالكا ولا لا؟ الحمد لله. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. نعم، الله يبارك في اشقائنا الجزائريين. اي واحد كيمشي للجزائر كيعاود على الشعب الجزائري غير الخير، وهذا هو المضمون فيكم. ما كاينش فرق كبير ما بين المغاربه والجزائريين، وكذلك توانسه، خاصه المغاربه والجزائريين قراب جغرافيا، ولكن قراب كثار في الدم ديالنا، في الثقافه ديالنا، في التقاليد ديالنا، في العادات ديالنا، في كل شيء. المغاربه والجزائريين كانهم شعب واحد. غادي نحاول نبارطاجيو معكم فيديوهات في هذا المنوال ديال اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ما بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.
الجزائري في الوقت اللي كاين بزاف ديال الذباب الالكتروني وبزاف ديال الناس اللي كيديروا الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي، كنقول لكم ما تركزوش عليه، ركزوا على ما هو ايجابي وما تركزوش على ما هو سلبي. كتبقاو تفرجوا في فيديوهات سلبيه، هذوك الفيديوهات كيربيو في الداخل ديالكم واحد الحقد واحد الكراهيه لواحد الناس اللي ابرياء ولا لا المغاربه ولا الجزائريين، لان الحقيقه راه ماشي هي داك الشيء اللي كيوريوه لكم هاد الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقه كاينه في الواقع. مغربي ولا جزائري الا بغيتي تعرف الحقيقه ديال الشعب الاخر خاصك تمشي عندهم، وانا متاكد 100% لا مليون % انك غادي تبدل عندك الفكره.